والله يا اختي بخير والحمد لله. شو اخبارك انتي؟ والله ليكي وحشة كبيرة. وعامل ايه يا جوز اختي؟ ازاي حالك؟ والله كويس اخوي وبخير والحمد لله. شو احوالك انت؟ هادينا فترة ما بنشوفكش يعني ولا بتتصل بينا التليفون. طب اتفضل يا اخوي، الكلام خدنا من على الباب. خابري علوان تهد الحياة من قبلي، اوعى حد يشوفك. عادي عادي. وهو يا سعد، خابر كيف كأنك مدريانش. عامل ايه يا ولدي؟ عامل ايه مراتك معاك؟ اخبارك؟ وش حالك؟ كلماتك، نعجاتك، فلساتك. والله ما خابر يا اخوي، جزء بيقول لك ايه ولا بيقول ولا بيخبرك يقول لك ايه، والله ما فاهمه منه حاجه. يا اختي ولا يهمك ولا تزعلي نفسك خاصك. هو على طول يا اخوي كده قاعد يخبط في الكلام، ما حد يفهم له حاجه. راجل باين عليه دماغه طقت باين، ولا دماغه حصل لها ايه. يا اخوي ما خابر ما يقول ايه ولا ما يخبرك يقول لك ايه. هو طول عمره يقعد يخبط في الكلام كده. والله ما عارف يا اخوي. واه انت مرة مقبولة ولا ايه عشان تكلمين عن اخوي؟ انت فاهم اخوي ده بالنسبة لنا ايه؟ واه كانتك مش خابرة عاد. والله يا اخوي انا خابرة كل حاجة زين. انت ما تقولي على اخوك وعايز توصل لي ايه، بس انت كلامك ده مفهوم خالص يا اخوي. شوف اخوك عمال يقول ايه عليك. كم قلتولي مهما كان ده اخوي مقدرش افرط فيه ولا هو يقدر يفرط فيه، ولا انت هتعمليها خربطيط عاد. بس كده العيب عليا، انا بعرف اشبح القطة. شوف اما اقول لك عاد، انت هتزعل معاي ولا ايه؟ انا ماشية رايحة عند بيت ابوي وشوف لك حل عاد الموضوع ده. انا مقدرش استغنى عنك يا ام علي مهما كان مرضي. والمرة غالية طبعا، ده لازم كل شيء اللي عند مرته. زي ما حضراتكم شايفين كده، مثلنا احنا وحمادة ومعاكم سوسن. مثلنا معاكم فيديو عملناه عن الصعيد والكلام الصعيد. فعلا احنا عملنا الفيديو ده عشان كلام الصعيد بيعجبنا اوي، واحنا عملناه احنا وسوسن الفيديو ده. زي ما حضراتكم شايفين كده، سوسن وحمادة وحموكشة هو اللي عمل لكم الفيديو ده. واحنا عايزين لو الفيديو عجبكم تحطوا لنا لايك وتفعلوا زر الجرس وتشتركوا في القناة. والله يا حمادة مش عارفة اقول لك، انت احلى كلام قلته النهارده، ويا ريت نعمل كده